مشروعات زي كده. قرار بنقل مجلس الشعب والشورى ومجمعات الوزارات الى وسط القاهره الجديده. عاوزين مجلس الشعب يتنقل عشان ناخد مجلس الشعب. اصلا مش مكفي الاعضاء بالدوائر الجديده، والدوائر لسه هتتفتح من القرى الجديده والمراكز الجديده مع التوسع العمراني. بدل ما كنا في 6% رايحين نتوسع، هتتغير في مراكز جديده، في توسع. فلازم بدل ما عندي 500 وشويه نايب هيبقى يبقى عندي 1000 نايب في يوم من الايام. انا عاوز مجلس شعب يسمح بهذا، عاوز مجلس شعب فيه تصويت الكتروني، عاوز قاعات حديثه، عاوز ده القديم يبقى متحف، مزار سياحي، انما لازم انقل بقى مجلس شعب جديد، واعمل ميدان تحرير جديد، واعمل مجلس شورى جديد، واعمل مجمع مجلس وزراء، رئاسه وزراء ووزارات، واعمل لهم بيوت يسكنوا فيها طول ما هو في الوزاره عشان يبقى مجمعينه في حته معينه. وكل ده مربوط بمواصلات بالخط المترو السريع، وبيربط مصر وانفاق وغيره وغيره، يعني موصول بمصر كلها. المهم عندنا ازاي هبني الكلام ده؟ معيش فلوس؟ لا، ده الوزارات القديمه لو عملت بدل بس، خد الوزاره بتاعه الداخليه اللي في وسط البتاع واللي في وسط زغلي، ووزاره العدل اللي في وسط زغلي، ويبني لي وزاره هناك. ده ابني 5 وزارات بتمن وزاره واحده، اراضي ليها قيمه، تطلع فنادق، تطلع سياحه، تطلع حاجات عظيمه جدا جدا، اقدر ابادر بيها. اقدر اقول له ابني لي كمقاوله مقاول شركه مقاولات، ابني لي المباني دي كدوله، مجلس شعب، ابني لي مجلس الشعب بتاعي، ابني لي مجلس الشورى بتاعي، وهسدد لك، اديك اراضي تعمل بيها مشروعات في القاهره الجديده. يبقى انا كده اعرف ادفع، اعرف اسدد. هسدد من غير ما احط ايدي في فلوس، معيش فلوس، انما هسدد بالقيمه المضافه اللي ضفتها بورقه وقلم لما غيرت الخريطه. قرار باعتبار محافظه شرم الشيخ اللي هي سيناء الجنوبيه منطقه تجاره حره اوف شور ومركزا ماليا عالميا. قرار، شوفوا ده هيعمل ايه في العالم. شرم الشيخ وشهرتها وجمالها واسمها، لما تقول للعالم كله بقى النهارده شرم الشيخ بقت ضعفين حجم لبنان، ضعف 30 مره حجم سنغافوره. وتعالوا يلا يا صينيين اعملوا بلدكم، يلا يا كوريين، يلا يا يابانيين، يلا يا امريكا، كل العالم هيجي يستثمر عندك ويستغل المنطقه الاوف شور الموجوده عندنا هنا. قرار بانشاء 13 مركز سياحي جديد على مستوى المحافظات. قرار بطرح اراضي الالغام بالساحل الشمالي للتنميه، طهر وازرعها وتملكها. اللي يطهره ويزرعه مبروك عليه. كانت مبادره موجوده في محافظه مطروح، نفسنا ان احنا نشوفها شغاله. قرار بطرح جديد طرق جديده بنظام BOT. طريق السخنه الزعفرانه، عايزين الطريق ومتخطط وموجود احداثياته في ملحقات الدراسه. هنطلع فوق الجبل 800 متر فوق الجبل، من اول محطه الوصول في طريق السخنه النهارده هننزل عند الزعفرانه، هيفتح لنا 70,000 فدان فوق الجبل. هنعمل مصر جديده فوق الجبل هناك. طريق مصر السودان، طريق الفيوم العالمين، عايزين نوصل من الفيوم، من شمال الفيوم نطلع على العالمين عشان نعمل محور يعني جديد نطلع منه تاني. قرار بالتوقف التدريجي في تصدير خامات المحاجر والمناجم غير المصنعه. حبه حبه، على قد ما احنا بنبني مصانع وقادرين نصنع ونعمل القيمه المضافه، نبتدي نحجم عشان ما نحرمش الناس النهارده بتاكل عيش من تصدير الخامات دي زي ما هي، ويبقى احنا مشينا خطوه خطوه. قرار بتحويل جميع الاراضي الزراعيه المرويه بالغمر الى ري بالرش والتنقيط مع تجريم ذلك تصاعديا. يبقى اذا انا بحط قرار وبمشي بتسلسل وبتطور طبيعي يوصلني اللي انا عاوزه. قرار بتغيير اسم ميناء السخنه البحري الى ميناء القاهره البحري. قرار بطرح مشروعات المياه والصرف الصحي بشرط السداد العيني اراضي. نفس القصه، نفس القصه. انا باجي مقاول متخصص بنى مساكن، عاوز اراضي جديده ابني مساكن، اقول له لو سمحت تبني لي محطه الميه اللي في القريه الفلانيه، ثمنها كذا، وادي المقاول بتاعها اهو، انت تدفع له العقد ده وانا ادي لك الارض دي مجانا. خلصت. مؤايده. في نظريه المؤايده، هنرجع بمؤايده تاني. مصر تستطيع ان تقايد بارضها الغاليه وتعمل فيه التنميه اللي هي نفسها فيها بالارض الغاليه بتاعتها، بس بعد ما تشد الخطين على الخريطه. قرار بانشاء 4500 ملعب رياضي في جميع قرى مصر لتشهد مصر نهضه رياضيه حقيقيه. كلها قرارات ما دفعناش حاجه من الدوله، انما كلها امور هتعمل حراك غير عادي. تنميه بقرارات وليست تنميه
باستثمارات. هرجع تاني لمصر زي ما احنا شايفينها في المربعات دي. مصر عايشة في 6 مربعات، ولو تصورنا الناس دي كلها قاعدة تتخانق، عندها صينيتين سندوتشات وكله قاعد يضرب بعض ويتخانق عليهم وعاوز يخطف من التاني، هنيجي نقول لهم السادة المدعوين اتفضلوا البوفيه، البوفيه مفتوح، كل ده بوفيه مفتوح، امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. اطلعوا، الخريطة اتغيرت، عدالة في التوزيع، كل محافظة بقى فيها مش نوع واحد من الشغل، 5 6 انواع من الشغل، كل قرية وصلنا لها بالشغل. يلا اجروا واشتغلوا وربنا يوسع عليكم، ولا نشتكي بقى من الحد الادنى الاجور، ولا نشتكي ان احنا مش لاقيين اكل ومش لاقيين شرب ومش لاقيين انابيب. لا، هنجري وهنشتغل وهنعمل تنمية حقيقية، وكل واحد هيجد فرصته ان هو ازاي يعيش ان شاء الله عيشة اكرم. اذا عملنا ده حقيقي هنقدر نقول مصر والله الموفق.